لما نعرف ان القرار خلاص نزل بسبب التقلبات الجويه ان بكره اجازه وكمان المحلات بتتقفل الساعه 9 يعني بيرجعوا لنا من بدري، يبقى يلا بينا على المطبخ نعمل لهم احلى براونيز. جبت معايا الشوكولاته وكمان زبده حوالي 180 جرام من الشوكولاته وكوبايه من الزبده، هسيحهم في الميكرويف. وهبدا كده ان انا اجيب بوله تانية هنزل فيها بثلاث بيضات ورشه فانيليا ونص كوبايه من السكر البني ونص كوبايه من السكر الابيض. هبدا اقلب كده كله مع بعض لحد معايا السكر يدوب. وطبعا بنختبر السكر بايدينا، بنعرف من حبيبات السكر اذا كانت دابت او لا. وهنا انا سيحت صوص الشوكولاته 30 ثانيه في 30 ثانيه لحد ما دابت معايا خالص، وبدات انزل بالشوكولاته على الخليط بتاعي وهبدا اقلب كويس قوي لحد ما الخليط يتجانس. جبت بقى معايا الخليط الجاف وهو عباره عن نص كوبايه من الدقيق على نص كوبايه من الكاكاو، وهبدا ان انا انخلهم مع رشه من الملح وهبدا اقلب الخليط بتاعي لحد ما الدقيق بتاعي يتجانس مع الخليط اللي موجود معايا. وده هيكون القوام بتاعه هيبقى تقيل شويه، ما بنحطش فيها اي سوائل، هي كده كده كيكه البراونيز بتبقى سميكة شوية وما بيبقاش فيها سوائل ولا مية ولا لبن ولا أي حاجة. هي بس بنعتمد على الزبدة والشوكولاتة وبس كده. هنبدأ كده نلم الخليط، وطبعا احنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 من قبل ما نشتغل خالص. وهبدأ بقى اجيب الصينية، اي صينية متوفرة عندك تقدري تستخدميها. انا جبت صينية البايركس وحطيت ورق زبدة، تقدري كمان لو ما عندكيش ورق زبدة تدهيني الصينية بتاعتك مسحة من الزبدة. ابدأ انزل بالخليط بتاعي. ومعايا هنا الخليط الكريمي ده عبارة عن 4 معالق من الجبنة الكريمي، وكمان حطيت عليهم معلقتين من السكر البودرة ورشة فانيليا، قلبتهم وبقوا بالقوام دوت. ومعايا الصوص الأحمر دوت ده مربى فراولة، وحطيت عليها معلقة من المية وقلبتها. احنا هنعمل مع بعض براونيز تشيز كيك، تقدري كمان تستغني عن اي الاضافات دي وتعملي براونيز بس. هبدأ كده بحرف السكينة اعمل الشكل اللذيذ ده وهدخلها الفرن، مش هتطول عليها، من 25 ل 30 دقيقة، مش هضغط عليها في التسوية. انا الفرن بتاعي كان حامي شوية فتماسكت زيادة شوية، هي المفروض ان هي كانت تطلع قبل كده علشان الاقي القوام من جوه يبقى جوسي كده شوية، بس بصراحة طلعت لذيذة قوي والولاد حبوها. يلا قوموا جربوها دلوقتي وبصوا بقى معايا اللذاذة، انا قطعتها كيوب صغنونة كده. وبصراحة احلى براونيز تشيز كيك حقيقي ما تشبعش منها. يلا جربوها وما تنسوش الفولو عشان تشوفوا الوصفات الجاية.